عمري ما هاسمعه. معلش يا جماعة، قسما بالله أنا أي قرش باخده، أي قرش واضح قدام الناس، وباخد من مين؟ لو أخدت يعني من ناس سمعتها أنضف من الدهب، وواضح قدام الناس. أنا قلت لكم هم 3 أشخاص فقط لا غير، وال3 أشخاص بسم الله ما شاء الله سمعتهم أنضف من الياقوت والمرجان. أولا دينا أبو خضير ما بتخشش عند أي حد في الدنيا غيري. أم مضاوي شرحها. الشخص التالت اللي أنا أخدت منه هدية عمرة، وكنت أنا لسه راجع من عمرة، قال لي ديت كانت طالعة من نيتي ليك، هتتحول لفلوس. قلت له اديها لحد تاني، قال لي ديت طالعة مني ليك حقها. وأول ما جالي فلوسها كاش اتكتبت على المنتدى: أشكر أخويا عزيز على مبلغ كذا كذا كذا. يعني ما قفلتش المبلغ حتى، أنا كتبته بالسنتي. جالي جنيه وربع، قمت كاتب جنيه وربع. أنا مش هخجل من حد، معلش. أنا ممكن أطلع كم أقول المبلغ؟ اليوتيوب ممكن كله أعرف؟ بياخد. ممكن إيه؟ أعرف كم المبلغ؟ كان استنى أخش المنتدى أقول لك كان كام. بتاع مين؟ أخويا عزيز؟ نعم. ثواني ثواني هقول لك دلوقتي كام. اشمعنى يعني؟ هتروح تاخديهم منه ولا ايه؟ أنا بو أسأل. هقول لك انا كاتبهم. هو- ثواني، وارفعهم لك على الشاشة كمان عادي، انا مش هخجل. ده انا سعيد إن واحد محترم كان هدينا عمرة مش فلوس، ومفيش مصلحة بينه وبينه، ومعروف في اليوتيوب انه انسان محترم. ثانية واحدة. ليش تضحك يا سفير الأحزان؟ اصل سؤال غريب بس قشطة. ورفعها على فكرة على قنواتي كلها. ممكن تبعت لي اللينك يا سفير بتاع المنتدى؟ معلش، اهو لقيته خلاص خلاص. اعرضه لك يا ستي، وليا الشرف ان انا اعرضه. هو الصوت قاطع عندي ولا ايه؟ في صوت؟ في صوت، نعم. تمام. اعرضه لك وليا الشرف طبعا. اهو على المنتدى بتاعي ظهر. اقرأي يا ستي كل اللي مكتوب. اقرأي. مش شايفة. مفيش حاجة ظهرت يعني؟ لا، ظهر. لحظة، أيوة، لحظة بس. أشكر أخي عزيز ابن الكويت على الهدية، وتم قبول الهدية من أخي عزيز. استلمت اليوم هدية أخوي عزيز 44,000 جنيه و550. أشكركم جزيل الشكر، ومع كامل أمنياتي لكم الاستمرار في فعل الخير وإسعاد الناس، وكل السعادة والفرح اللي على قلبه الطيب كل المجموعة يحليله. جزاها الله خير. طيب، يعني تكتب كلام جميل ما شاء الله. يعني ما نكرتش، ولا مع ان الحاجة ديت جايالي خاصة على فكرة، ومحدش يعرف عنها حاجة. فاهماني؟ الكل نعم. عارف ان انا خدت عمرة. فاهمة؟ يعني محدش فهم. يعرف ان الفلوس دي وصلت. ورغم انها اول ما وصلت نزلتها. يعني عيب ان انا اكتب مثلا فهم. 445 44 الف، ممكن كنت كتبتهم 50 الف مثلا، او ما اذكرهمش زي ناس كتيرة بيجي لهم من تحت الترابيزة. إيه. ما يذكرون، بس يطلعون يسبون. الأداء أهم شيء، الأداء. بس انا ليا الفخر ان واحد نضيف زي عزيز، وهو اخ ليا، لما جالي الفلوس ديت محدش يعرف عنها حاجة، ولا كان حد هيعرف عنها حاجة، طلعت ذكرتها. بس انا اتكسف من ايه؟ معلش، إيه اللي يكسفني؟ هتكسف من ايه؟ اديني سبب كده يا بيلا ان انا اتكسف منه. عادي.
ما تنكسف من شو، هذه هدية. بس مش هتكسف منه من حاجة. واي فلوس بتجيلي سوبر شات ديت يعني هدايا في اليوتيوب كله. طب ما بيل يا جماعة نزلت لي سوبر شات ما اعرفش قد ايه والله صراحة. اسمها اختي اميمة كانت منزله السوبر شات كم مش فاكر اقسم بالله. آه، المعتمد الرسمي طبعا اختي دي المعتمدة الرسمية بتاعتي. ولكن السلطانة هيام كانت حاضرة موضوع ميسيو جانو المفروض ضده، جت نزلت لي سوبر شات. اخويا عزيز مرة جه هنا نزل لي على فكرة سوبر شات برضه. يعني الحاجة واضحة قدام الكل، مفيش حاجة، مش هتكسف. ولو نعم. جالي هدية مم. وصاحبها حابب ان انا اعرضها، عمري ما ارجع ولا لازم اعرضها. ايه اللي فيها؟ اصل انا مش معلش ولا قناة سب وقذف ان انا اخد فلوس من تحت تحت وما اطلعهاش للناس، يبقى انا انسان وسخ. من الاخر بقولها لكم من الاخر، جالي هدية باجي استأذن صاحب الهدية، ممكن لو سمحت اشكرك؟ زي مثلا الناس اللي طلعت على العمرة وعملوا لي دعاء، في بعضهم قال لي لا. استأذنتهم، كذا شخص طلع عمرة ولا وبعت لي فيديو الدعاء بتاعه من قدام الكعبة الشريفة، قلت له ممكن لو سمحت انزلها؟ اللي قبل ان انا انزلها نزلتها له وشكرته. في بعضهم قال لي لا يا باشمهندس بعد اذنك، قلت له ما فيش مشاكل ما نزلها. مهم. انا حياتي مكشوفة قدام الناس، مش هتفرق معايا ده ولا ده ولا ده. معلش هو حد ماسك عليا زلة؟ انا يوم ما اخد من التخين في اليوتيوب مليم هطلع اقول وجزمتي على الجميع اللي مش محترمين طبعا. تمام. انا اتعرض عليا ومنزلها صوت وصورة 500 الف جنيه من بودي علشان اقفل الموضوع، قلت له البسهم. قعد حوالي 3 شهور وقال لي الرقم اللي انت عايزه هيجيلك خاص ومحدش هيعرف عنه حاجة وما نقدرش نفضحك بيه، علشان كده انت اللي هتفضحنا. قلت له البسهم، ونزلت الشات ده والشات ده، وهو اعترف بلسانه في قناته. لو انا عايز اقبل حرام هقبل ومحدش هيعرف حاجة. ونزلت صوت وصورة ليه، كان واتس او كلام. نعم. محدش ماسك عليا حاجة، ولا حد ماسك زل عليا، ولا حد تقيل عليا في اليوتيوب، لا مفيش الكلام ده. معلش بيل لو اديتني حاجة آه، آه، هنزلها على المنتدى. معقولة بيل هتديني واشتمها في وشها وهي عادي؟ ايه مفيش نو كرامة نو شرف؟ ده انا بقول لها تكون بنت زنا لو كانت ادتني قرش. انا قسما بالله ما اعرف رقم بيل، قسما بدين ما اعرف رقم. هي بقى ممكن تكون رافعه على القناه بتاعتها انا ما اعرفوش. لا لا لو والله مش حاطة رقمي. انا بقول حتى لو رافعاه عشان ما حدش يقول لي على فكره هي رافعاه على قناتها ويطلع لي حاجه. بص انا لما باجي اتكلم بجيب المواضيع من كل زاويه، فاهماني؟ مم. بس انا معلش، انا لو فلان اداني قرش ايه المشكله ان انا اقول فلان اداني؟ الا في حاله واحده ما اقدرش اقولها. لأنهم هم حضروا هذه الأشياء عند ناس غير سويين. لا فهم. اللي يخاف يا بل يبقى عامل حاجة غلط. الوحيدة اللي مسكت فلوس في ايدي منها اختي ام مضاوي، وبعدها عزيز. ويوم ما عزيز ما بعت لي الفلوس في نفس اللحظة اللي استلمتها فيها قبل ما امسكهم في ايدي كان الشكر نازل. نعم.
حاجة تشرفني مش تحرجني، معروف عزيز مين، ومعروف الراجل ده في اليوتيوب بيعمل ايه، والراجل ده انا بحبه وبعزه، وهو المتبادل الاحترام بينا. على فكرة الموضوع اللي ماسك ده عليه. صحيح، عزيز له كل الحب والتقدير والاحترام، لأنه فعلًا يعز الباشمهندس مهند، وجميع زوجته وأخته ووالدته كلهم عيال ولد الكويت، ومشاري. آسفة إذا نسيت أحد منهم، لكن فعلًا واجهة لأبناء الخليج اللي يشرفونهم، فالشكر لهم، والنعم والله، جزاهم الله والشكر خير. على كل شي يقدمونه، وأي شيء نقوله قليل في حقهم. أنا أشكرهم من هنا، والله أشكرهم، وشكرًا على محبتكم لأخوي، فالله يعطيكم العافية ويقويكم ويرزقكم، و وتأكدوا كل شي تقدمونه الله يجزاكم عليه مو الناس، وشكرًا صح. لكم. نعم. شكرا والله يا اختي، شكرا. الناس هلا ديت والله. بيعملوا خير بس، فاهمة يا بيل؟ نعم. ما بيحبوش يعني مثلا في مبلغ مزنوقة فيه خدي لا قدر الله يعني بعد الشر عليك تعبانة، خدي. مطلعين فوق 100 وشوية عمرة، ما شاء الله. أفواج، كل فوق 40 20 واحد 30 واحد. لا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر عليهم. ناس على خلق، هي مجموعة، عزيز وأخت ومراته حسناء وحصة ومشاري، تمام. هما المجموعة ديت بسم الله ما شاء الله عليهم، فاهماني؟ ما شاء الله. اللي ليا كلام معاهم يعني كلام كويس معاهم قوي، هي اما مراته اما عزيز، فاهماني؟ مشاري نعم. شخصية لذيذة وجميل، بس يعني ما فيش كلام بينه وبينه قوي، ولا حصة، فاهماني؟ اللي مرتبط بهم او حاببهم قوي صراحة عزيز وزوجته، للأمانة يعني، والاحترام بينا متبادل، وبسم الله ما شاء الله عليه، فقط ما لا غير. شاء الله، فيوم جزاهم انا الله ما خير. يجيلي حاجة من ناحيتهم، كفاية سمعتهم يا بل. صحيح. بس مش هخجل أنا ما اللي أعرف هاي اللي كتبت هالكلام، أنا ما أعرف هي لا، مش سبحان الله ما تعرف في نوايا الناس، هي تبى تاخذك من موضوع أم فياض مثلا وتبى تحط الموضوع علي وعلى هناء، يعني كل واحد وجهة نظره. بس أنا يعني الأخت. ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيها. في سؤال أخت هد بتقول جزاه الله كل خير، لكن سؤال، هل تكفي الحين 44,000 لشخص واحد يعمل عمرة يعني؟ والله بص يا هد يا أختي، ممكن هم بيطلعوها بالتمن ده، تمام، ولكن أنا طالع العمرة بتاعتي كانت مكلفاني 100 وشوية، ممكن تمام. يكون هذا المينيموم، هذا أقل يعني تسعيرة. ممكن عشان مثلا يا بيل بيطلعوا مجموعات كبيرة عاملين لهم ديسكاونت، او مثلا في حاجات من الاوبشن اللي كان عندي ناقص ما اعرفش، فاهماني؟ ولكن مم. حضرتك ما تتكلميش بالثمن يا اختي، ما تتكلميش بالثمن. كفاية ان شخص يعني انت يعني، مش هقولك من الدايمين عنده ولا اللي بروح له، انا كل فين وفين بدخل القناة، تمام، كل فين وفين. انا جالي تليفون باشمهندس مهند، عايزينك على المنصة، تمام. رحت ليهم، قال لي مبروك عليك العمر، كنت انا لسه راجع، فاهمني؟ لسه راجع. فالحمد لله كفاية ان في حد شخص يفتكرك وانت مش معاه، ديت حاجة لوحدها بكنوز الدنيا، صحيح. والله مش هتكفي. كفاية هذا ان تكلمنا شخص. فيه. الايه؟ هذا تكلمنا فيه إن الهدية بمعناها المعنوي ايوه وليس مش بالقيمة بالفلوس، المادية. مش بالفلوس والله. صحيح. كفاية ان شخص يعني قال لك تعالى تعالى انا هوديك بيت ربنا سبحانه وتعالى، ياه
يا جدعان والله ما بالفلوس، ما بتتحسبش بالفلوس. ان شاء الله العمرة دي لو بجنيه، لو بجنيه، بس الشخص ده افتكرك وبيعزك وقال لك انا حابب ان اخ ليا يطلع عمرة، ديت مقامها كبير حتى عند ربنا. هبص انا اقارنها بفلوس؟ ما بتتحسبش كده يا اختي والله، قسما بالله ما صحيح. بتتحسبش كده. كفايه ان فلان افتكرني، فلان. انتوا عارفين من وجهة نظري، بعيد عن وجهة نظر حد تاني، لو واحد بعت لي ورقة فاضية، فاضية مش مكتوب فيها ولا حرف، وقال لي هدية، هتفرحني، صحيح. هتفرحني. كفاية ان فلان ده افتكرني. في ناس بتبص ممكن تدي لها الماظ ياقوت مرجان وتديها لهم كده وهو مبتسم في وشك، ولكن من جواه يقول لك ايه البخل ده؟ ده انت كنت جايب لفلان كذا اعلى مني. هي الفكرة يا جماعة باللقطة، الحركة، مش بكذا. طب انا اديكم مثال، كنت ذكرته قبل كده، اسمها داعمة السب والقصف، ام ناصر وام فالح، جايبين خواتم الماظ وشقق وكذا وكذا، والناس مش فرحان، والله ما حد فرحان. عارفين ليه؟ لانها بمقابل، يعني من الاخر، خد الخاتم الالماس ده واطلع اشتمه فلان. الشخص ده مش شايفها هدية، الشخص ده شايفها مقابل للحاجة اللي هو يعملها، عمرها ما يشوفها هدية ولا صح. هيفرح بيها، بل هتقع من عينه. هيقول لك انت جايبه لواحد شقه وهدياني بحته خاتم، وصلت لكم؟ اما لما تيجي على صحيح. شكل هديه، ديت الفخامه فيها. وبدون مقابل، جدع. احتراما وتقديرا لك يعني. بس آه